اولا لا تفوتني الفرصه بانني نعبر على سعادتي بوجودي بحاضره او المدينه العالمه مدينه اكادير. دائما سعاده كبيره جدا كتغمرني وانا كنجي لهذه البقاع الجميله والبقاع اللي كتعبر على عمق المغرب، كتعبر على حضارته وعلى تاريخه. ثم ايضا سعيد بان اكون طرفا في هذا التداول او التناظر الوطني الذي اطلقته وزاره الداخليه وايضا المؤسسات الوطنيه من اجل طبع التشجيع الرياضي بالمزايا المغربيه الاصيله، تحسبا لاستضافه بلادنا لتظاهراتنا الرياضيه الكبرى، بدءا من كاس افريقيا للامم اللي غتنطلق في دجنبر القادم، وصولا الى كاس العالم التي سننظمها ان شاء الله بمعيه اسبانيا والبرتغال. حاجتنا الى الحديث على التشجيع الرياضي في شكله الجديد هو محاولتنا لاننا نلبسه الشخصيه المغربيه، ان يكون تشجيعا رياضيا ناطقا اولا بتسامح المغاربه، ناطقا ايضا بالابداع المغربي، ناطق ايضا بالتربيه المغربيه، ناطق ايضا بالتكافل اللي كيطبعنا كمواطنين، ثم ايضا بالاندماج ديالنا مع مختلف المجتمعات، ثم ايضا انفتاحنا على مختلف الثقافات والحضارات الانسانيه. فبالتالي هذا التشجيع الرياضي نريده ان يكون ان شاء الله خلال كاس افريقيا للامم القادمه ان يكون منطلقا للتاسيس لثقافه تشجيعيه جديده تنأى بنفسها على المظاهر السلبيه، تنأى بنفسها على الاشكال اللي هي كتعتبر دخيله على تربيتنا وعلى موروثنا وعلى ثقافتنا المغربيه، ثم ايضا ان نسهم من خلال التشجيع اللي كان علامه فارقه في كاس العالم 2022 بقطر. ان تكلمت اقدام اللاعبين المغاربه بالابداع المغربي الذي راج العالم كله، فبالتاكيد الصور اللي رسمها الجمهور المغربي في المدرجات ديال الملاعب ديال المونديال بقطر، ايضا في سوق وقف يعني فين كانوا لي فانزون، عطاو صوره جميله على مغرب عميق، على مغرب يحترم تاريخه، على مغرب يمكن ان يكون شكل جديد من اشكال ديال التشجيع الرياضي. فاذا هذا التناظر الوطني اللي كيعبر العديد من المدن الوطنيه هو في النهايه هدفه الاساسي هو نكرسوا، ماشي غنخلقوا تشجيع جديد، لا، غنكرسوا الصور الجميله ديال التشجيع الرياضي المغربي اللي عرفناه منذ عقود من الزمن. يعني احنا كنعيشوا في الملاعب الوطنيه، كانت ملاعبنا الوطنيه فضاء للاحتفال، فضاء للفرجه، فضاء للتعايش، فضاء للتسامح. فاذا لابد اننا نكرسوا هذه القيم، ندافعوا فيها ونعملوا قدر ما نستطيع على تحييد كل العناصر السلبيه التي تسيء الى التشجيع. وهم لنا نبغي ناكد على انني انا كمغربي فخور بان التشجيع الرياضي انتقل من شكله التقليدي في على السبعينيات وثمانينيات وتسعين القرن الماضي الى شكله الحالي اللي هو شكل يمكن نقول لك ثوري، شكل كيعبر على السمات ديال هذا العصر، كون انه كيتمتع بالكثير من العناصر الابداعيه والجماليه في تصميم الرسائل، في تصميم التيفوهات، وايضا في تصميم التشجيعات. فهذه الصوره اللي اعجب بها العالم وصدرناها عبر مباريات كرة قدم لا ديال الفريق الوطني ولا ديال الأندية الوطنية، هي التي نريدها إن شاء الله أن تحضر في كأس إفريقيا للأمم أولا 2025. ودورنا كإعلاميين رياضيين هو أننا نأكد على هذا المعطى، على هذه الهوية المغربية في التشجيع الرياضي، ونخليوها تولي علامة مميزة، علامة عالمية يتداوله العالم بأسره.